في جرايم أول ما تسمع تفاصيلها قلبك بيتقبض ومخك يقف. في جريمة حصلت في دمياط، جريمة خلت الناس كلها مش مصدقة إن في بشر ممكن يوصلوا للدرجة دي من الشر. قصة بدأت باختفاء طفل صغير وانتهت بكشف سر مدفون من 8 سنين. خليكم معايا في الحكاية دي، بس اوعوا تتحركوا من مكانكم علشان اللي جاي صعب يتصدق. في يوم 18 ابريل 2015 ام اسمها رشا السلموني دخلت اسم شرطة فرسكور، وشها باين عليه الرعب، وقدمت بلاغ ان ابنها محمد السيد البربري طفل عنده 5 سنين اختفى. رشا قالت انهم من قرية كفر العرب مركز فرسكور محافظة دمياط، وفي اليوم ده كانت قاعدة قدام البيت مع محمد وبنتها التانية. في المغرب بنتها احتاجت تغير هدومها فدخلت معاها البيت وسابت محمد يلعب في الشارع، ولما رجعت ملقيتوش. بدأت تدور في كل مكان، تنادي عليه، تسأل الجيران، مفيش. فراحت عند بيت اختها يمكن يكون راح هناك، لكن برضه لا. الام هنا خلاص بدأت تنهار، البلد كلها اتحركت والام ما سابتش بيت الا سألت فيه. حتى فرح كان شغال في القرية دخلت تدور جواه وسط المعازيم، لكن برضه ما لقيتش اي اثر لمحمد. الاسرة عملت محضر رسمي وبعدها لفوا القرية بالعربيات ومعاهم ميكروفونات ينادوا باسمه ووصفه. الاهالي كلهم وقفوا معاهم وكل يوم كانوا بينزلوا يدوروا، بس الايام بتعدي ومحمد لسه مفقود. الصور بتاعته اتملت على العمدان والحواري والحيطان وحتى المحلات، كل الناس بقت عارفة شكله. والأم رغم اليأس ده كله كان عندها إحساس غريب، كانت دايما تقول محمد عايش وهلاقيه وهشيله في حضني. لكن للأسف في وسط أملها كان في ناس معدومة الضمير. اتصال من اسكندرية يقولوا انهم شافوا محمد، يجروا هناك يلاقوا ان الموضوع هزار سخيف. مرة تانية اتصال من القاهرة يبعتوا لها صور مفبركة مركبين وش ابنها على اطفال تانية. تخيلوا ام تعبانة 30 يوم في الشوارع يضحكوا عليها بالمنظر ده. في ناس كانت بتتصل وتقول لها ابنك عندنا بس ابعتي كروت شحن او فلوس. كانت الام المسكينة بتنفس علشان يمكن يكون كلامهم صح. 8 سنين كاملة وهي عايشة على امل كذاب، لكن عدل ربنا ما بيغلطش. قدام بيتهم كان في عمارة تحت الانشاء اتباعت واتنقلت بين ملاك كتير. في مايو 2023 العمال دخلوا شطبوا الدور الرابع وهم بينقلوا رملة لعمل المونة لقوا عظم بني آدم. الصدمة يطلع هيكل عظمي لطفل لابس نفس الهدوم اللي محمد كان لابسها يوم ما اختفى، ومعاه الصندل اللي الناس كلها حافظاه من الصور. الأم وقتها أول ما سمعت إن في جثة طفل في العمارة قالت من غير ما تشوف ده ابن محمد. القلب الأم دايما بيدلها 8 سنين وهي بتدور في مصر كلها وابنها مدفون قدام بيتها. الشرطة بدأت تحقق، هل في عدو الأسرة؟ هل حد خطفه علشان فدية؟ ولكن مفيش. كان في مشتبه واحد معروف للناس كلها، شاب اسمه محمد رمضان مشهور في القرية باسم تيتو، شاب عنده انحرافات سلوكية معروف عنه ميوله الغريبة، واتقبض عليه أكتر من مرة تهمة التعدي على الأطفال، لكن كل مرة يخرج صافي لبن. تيتو كان جارهم وقريب من الأسرة، والأم حتى من أول يوم شكت فيه لكن مفيش دليل. في يوم 2023 بعد ما لقيوا الجثة الشرطة جابت تيتو واعترف، قال إنه في يوم 18
إبريل 2015 شاف محمد بيلعب قدام العمارة، راح له وكلمه وغراه بحاجات حلوة وخده معاه للدور الرابع. هناك حاول يعتدي على الطفل. محمد عيط وقال له هقول لماما وبابا. المجرم خاف، مسك خشبة وضربه على دماغه. الطفل وقع ينزف ويصرخ، فبدل ما يسيبه طلع سكينة وطعنه 3 طعنات في ظهره. دفن في الرملة وبكل برود نزل ورمى السكينة في المصرف ورجع لأهله يواسيهم كأنه مش عامل حاجة. وبعدها بفترة قصيرة سافر للكويت، عايش حياته طبيعي 8 سنين وهو مطمن إن محدش هيكشفه. لكن ربنا فضحه والعمال كشفوا السر المدفون. المحكمة في نوفمبر 2023 حكمت على تيتو بالإعدام شنقا بتهم الخطف والاعتداء والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. القصة دي بتعلمنا إن الشر ممكن يبقى ساكن جنبنا وإحنا مش واخدين بالنا، ولازم نخلي بالنا من ولادنا ونوعيهم إنهم ما يمشوش مع حد مهما كان قريب أو جار أو حتى معرفة. مش كل الناس نيتها سليمة. ربنا يحفظ أولادنا جميعا. ولحد هنا تنتهي قصتنا. استنوني في حكاية جديدة من حكايات الصندوق الأسود. مع السلامة.